كل يوم معلومه زي ما اتفقنا يا جماعه مع بعضينا، كل يوم نديك معلومه. شهر الرحمن في الدش النهارده عن الطبق يا جماعه. طبق الدش مهم جدا 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 انك تجيبه من الانواع اللي هقول لك عليها دي بس. جرافيكس كاميكس. ما تجيبش حاجه يا جماعه غير كده. الحاجات المستورده والحاجات التانيه دي هتتعبك جدا جدا، وانت اللي هتدفع الثمن، وهتروح تغير الطبق بعد فتره قليله، لان الصاج بتاعه بيبقى مش كويس، الصاج بتاعه بيبقى تعبان. كمان الفن اللي بيروح بيركبه انه بيتعب فيه، بيجيب لك اشاره على قده ويسيبك ويمشي. هتعاني، وبالذات لما تخش عليك الشتاء ان شاء الرحمن، شويه هوا صغيرين هيتعبوا لك الدنيا كلها ويقلبوا لك الدنيا. انا قلت لك، كلمتك عن السلك وقلت لك جودته، كلمت لك عن العدسه وقلت لك جودتها. النهارده بكلمك على الطبق وبقول لك هات بريفكس يا كاميكس. مش هيفرق معاك 70 85 او متر ادام انت هتركب من السات. طيب اجيب ال 85 امتى واجيب المتر امتى؟ لو انا هركب عرب سات، هركب اموس، هركب برغاري، هركب هوت بيرد، اي حاجه هركبها عشان اسمع لها مباريات ولا حاجه وهزود شويه، يبقى مش هينفع معايا غير ال 85 او المتر، عشان خاطر مفيش قنوات هتشتغل معاك غير قليله جدا لو ما جبتش الطبق المتر، لان طبعا المكان نفسه مش هيسيع معاك القصه دي. طيب ال 70 هجيب ال 70 وانا ماشي وراه خلاص اللي قلت لك عليه، هاته يا باشا. وعلى عهدتي ان شاء الله الرحمن انا مش هقول لك حاجه واضللك، زي ما متعود معاكم بالمصداقيه، متعود معاك انا بقول لك هات الحاجه دي وارتاح عشان تريح نفسك وتريح بالك من قصه ان انت تقعد كل شويه تجيب طبق وترميه وهيتعبك والله زي ما قلت لك. بريفكس يا كاميكس 70 85 متر، وصل على النبي.